النهارده بقى هنستغل الازازه دي ونعمل بيها فكره حلوه قوي، هنغير شكلها تماما وحقيقي هتبقى تحفه. واول خطوه هنجيب حاجه نسند عليها القلم عشان نعمل خط متساوي، والعلبه دي كان ارتفاعها تقريبا 10 سم. بعد كده محتاجين ورقه عشان نرسم عليها الايد. شدت خط كده بعد 2 سم، فتحت البرجل على 5.5 ورسمت دايره، صغرت المقاس ل 4 سم ورسمت دايره تاني، وبعدين فرغت الشكل ده. حطيت على الورقه دبل فيس عشان اسهل عليا تثبيتها على الازازه واقدر ارسم الشكل مظبوط. بعد ما رسمتها نشيل الورقة بالراحة عشان ما تتقطعش ونلزقها الناحية التانية ونرسم واحدة كمان. وباستخدام القطر بقى هنقصها، هتتقص معاكم بكل سهولة، بس هي محتاجة شوية تركيز وهدوء. بعد كده نستخدم التنر او الاسيتون عشان ننضف اي اثر للاقلام او اللزق. بعد كده خطوه الصنفره، ولازم نستخدم صنفره ناعمه عشان ما تتجرحش قوي منكم. كل الاماكن اللي انا هدهنها همشي عليها بالصنفره. بعد كده استخدمت المنديل ده، منديل ديكوباج، منديل عادي يعني بس بيبقى مطبوع عليه اشكال حلوه. المنديل طبعا كبير وانا مش هاخد كل المساحه دي، فبحدد الرسمه اللي انا عاوزه اخدها من المنديل، وبجيب ميه وفرشه رفيعه وبمشي بالميه كده حوالين الرسمه. بعد كده نقطعها، وطبعا هتتقطع معانا بسهوله. والطريقه دي بتبقى احسن من ان احنا نقص الرسمه بالمقص، لان طريقه الميه والتقطيع ده بيخلي الحرف انعم. المنديل بيبقى عبارة عن طبقتين او 3 يعني على حسب، فاحنا المفروض بنشيل كل الطبقات وبنستخدم بس الطبقة اللي عليها الطباعة. اللي كان معايا ده كان طبقتين بس، فانا هستخدم المطبوع عليها دي ومش هستخدم التانية. بندهن المنطقة اللي هنلزق عليها بورنيش مائي مخفف بالمية، او كمان ممكن نستخدم غيرها. بعدين نلزق المنديل بالراحة جدا عشان ما يتقطعش. نحط عليها كيس بلاستيك وبمنديل او قطعة قماش ونسحب الهواء من جوه لبره، وبنكمل لزق بالورنيش المائي. نحط طبقه كده على المنديل من بره، وما تقلقوش لما بينشف بيبقى شفاف. ولما تنشف لو في زياده من عند الاطراف كده بنقطعها بالصنفره. عملت نفس الرسمه الناحيه التانية. وعشان نحافظ عليها بقى لازم نديها طبقة حماية، فممكن نستخدم 3-4 طبقات من ورنيش المائي. ندهن طبقة ونسيبها تنشف وبعدين ندهن اللي بعدها، ويفضل في الخطوة دي ما يكونش مخفف، او ممكن تستخدموا كذا طبقة برضو من الورنيش الاسبراي. واخر خطوة عملتها لفيت حبل خيش كده على الايد، كمان عملت فيونكة صغنونة هنا كده، كان شكلها حلو جدا. وبس كده خلصت، شكلها تحفة والرسمة دي كأنها مطبوعة عليها. ينفع بقى نحط فيها اي حاجة، انا حطيت فيها مشابك كده وكان شكلها لذيذ قوي. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس.